هلو، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يلا بقى نعمل مع بعض لوك ميك اب معتمد على رسمة ايلاينر بس بطريقة مختلفة، والرسمة هتبقى خطيرة. كملي بس معايا لاخر الفيديو، بالرغم ان الرسمة سهلة جدا جدا ومش هتاخد معاكي 10 دقايق، ولكن بتبقى خطيرة وتحسي ان ميك اب ارتست هي اللي عاملاها لك. اول حاجة ابتديت احط الكونسيلر على العيون، وابتديت اطبطب كده بطريقه بسيطه جدا، يعني وانتي بتدمجي الكونسيلر بتاعك بطريقه الطبطبه، ما تمسحيش علشان الكفرج بتاعه ما يقلش. وبعد كده ابتديت اخد البراش بتاعه الحواجب وحطيت فيها اي شادو اسود، وابتديت اموه الخط بتاعه الايلاينر. باجي من اخر الزاويه بتاعه العيون، ببتدي اسحب خط لفوق زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، وببتدي اطول بقى الخط ده زي ما انا عاوزاه طويل كده، عاوزاه اقصر، يعني براحتك انتي بقى. وببتدي اقفله زي المثلث واملى كل الفراغات اللي موجودة جوه المثلث ده. شايفين كده؟ بموه اللون الاسود، وخليكي واخده بالك كويس قوي واحذري من استخدام اللون الاسود، يعني خدي حبه بحبه، علشان اللون الاسود الغلطه فيه فوره، يعني زي ما بيقولوا كده الغلطه فيه فوره. انا كده ببتدي اظبط الوينج بتاعي اللي انا سحبته، وبعد كده هبتدي ادخل الايلاينر بتاعي جوه لحد اول مدمع العيون. نفس الكلام في العيون التانية، هبتدي اسحب خط واقفل الخط ده بخط تاني هيبقى عامل زي المثلث. هبتدي املى الفراغات بتاعه المثلث زي ما انتوا شايفين، وهبتدي اموه كده، وهسحب الخط تاني بتمويهة بسيطة لاول مدمع العيون. عاوزاكم تكتبوا لي تحت في الكومنت يا بنات، لو انتوا في اي ميك اب معين او ميك اب على فستان معين، او عندك مناسبه معينه ومش عارفه تعملي لها ميك اب ايه او الوان ايه، اكتبي لي تحت في الكومنت وانا ان شاء الله اقدر افيدك. زي ما انتوا شايفين كده خلاص انا موهت اللون الاسود، واتاكدت ان الرسمتين زي بعض ونفس الشكل اللي انا عاوزاه. انا مرضتش اسرع لكم الفيديو ده لان هو اصلا صغير، وكمان الايلاينر بالذات وانا برسمه بيبقى عاوز واحده واحده، فانا قلت امشي معاكم الفيديو واحده واحده علشان تعرفي تعمليه. ابتديت بقى اخد من باليت هدى بيوتي اللون اللي هو البينك الفاتح، لافندر فاتح كمان يا بنات مش بينك، وهبتدي اموه بيه الطرف بتاع الايلاينر بس كده، يديني ضي على ايه، على بينك كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي اموه الاطراف كلها وادخلها برضو لحد مدمع العيون جوه. الطريقه سهله جدا جدا، استمري بس ودربي ايدك. حتى لو انتي ما بتعرفيش تعملي ايلاينر، جربي تعملي الايلاينر الاول بالاي شادو، هيبقى اسهل بكتير من انك تعمليه بالايلاينر العادي، سواء البنسل او اللي هو الفرشه بتاعنا. نفس الكلام، باخد نفس اللون وببتدي اموه زي ما انتوا شايفين. بتموهي حاجه بسيطه وبايد خفيفه جدا جدا، كل حاجه هتظبط معاكي ما تقلقيش. وبرضو عايزه اقولك معلومه، لو انتي مثلا عملتي ايلاينر مثلا سواء بالاي شادو او بالبنسل او بالبراش اللي هي الرفيعه دي، ممكن لو عملتيه وطلع مثلا الرسمه معاكي عريضه او مش عاجباكي، بالكوتون بان وابتدي ظبطي الزوايا بتاعته. دلوقتي اخدت لون بيجمنت لونه بينك كده شويه، هو بينك مدي ضي اكسيديه على بينك على لافندر، يعني مدي ضي كتير، واخداه من الباليت بتاعت هدى بيوتي. وابتديت بقى اخد الجليتر الناعم لونه بينك من الباليت الصغيره دي، هبتدي احطها برضو انور بيها الكورنر بتاع الكريز ده زي ما انتوا شايفين كده. خطيره، شايفين رسمه العين على قد ما هي سيمبل بس تحفه. وابتديت اعمل كونتور النوز هنا، واخدت بقى نفس لون الاي شادو الاسود، اخدته تحت برضو في الزاويه بتاعه العيون من تحت عند الجفن. شايفين الدرجه السوداء برزت معايا لون العين ازاي؟ يعني الرسمه دي بتبرز لون عيونك وبتوضحها اكتر. يعني شايفه لما انا حطيت شبيه الكحل اللي هو تحت العين في الجفون، شايفين العين ولون العين اختلف معايا ازاي؟ هبتدي برضو زي ما موهت اللون اللي فوق العين بالبينك او اللافندر ده، هبتدي برضو اموهه من تحت العيون.
وهنا ابتديت احط الهايلايتر بقى عند مناطق الاضاءة وفي الجبهة وعند الخدود. شايفين الاضاءة خطيرة خطيرة. جربوا بس يا بنات الميك اب ده، وابعتولي تحت في الكومنت ظبط معاكم وعجبكم ولا اعمل لكم حاجات تانية زي ما انتوا شايفين. وبس كده، ده يكون الفاينل لوك. يا رب يكون الميك اب عجبكم. بحبكم قوي قوي قوي. ومتنسيش تعملي لايك وسبسكرايب واكتبي لي تحت في الكومنت اي حاجه انت عاوزاني اعملها لك. باي.